طيب اول حاجه هو الوقت مش مناسب. طيب ايه الوقت مش مناسب ده؟ دي حاجه مهمه جدا. في ناس كتير دايما تيجي تقول لك ايه، اصل الوقت دلوقتي مش مناسب، شوف ظروف البلد عامله ازاي، شوف الحاله الاقتصاديه عامله ازاي. طب انا هقول لكم على حاجه. انا اول ما بدات افكر ان انا ادخل في البيزنس واعمل مشروع، انا كنت لسه طالب في الجامعه. ساعتها عملنا المشروع بتاعنا او بدانا المشروع بتاعنا، كانت اول سنه هايله جدا، كان في نتائج حلوه جميله زي الفل، ده شيء رائع. جت الثوره، ايه اللي حصل؟ طبعا كله قفل. اي حد كان في الفتره دي عايز يبدا مشروع كانوا بيقولوا له ايه، لا دي فتره ثوره ومش عارف ايه ومفيش استقرار. ماشي. بعديها مرحله انتقاليه، قعدنا في الكلام ده كام سنه، مرحله انتقاليه ومفيش استقرار والدنيا. احنا فضلنا مكملين بنخبط، كنا بنخبط، العمليه كانت صعبه، كانت صعبه جدا. طيب بعديها الدنيا بدات تستقر وحلو وخلاص وجميل ونتوكل على الله ونبدا نشتغل. جه سنه 2020 جت ايه؟ كورونا. قال لك لا دي مصيبه على العالم كله، مفيش حد بيعمل مشاريع دلوقتي، اوعى تعمل مشروع دلوقتي، واللي عنده مشروع يقفله. طيب احنا ما قفلناش برضو الحمد لله، فضلنا وكانت فتره عصيبه جدا. طيب عدت 2020، جينا بعد كده دلوقتي 2022 عندنا ازمه ايه؟ ازمه اقتصاديه، كيلو اللحمه 300 جنيه، مش كده؟ البيضه ب 4 جنيه. فاللي هو مين مجنون يعمل مشروع دلوقتي؟ فحضرتك لو هتسمع للناس اللي بتقول لك اصل الوقت ده مش مناسب ان انت تعمل مشروع، مش هتبدا مشروع. طب يعني هو الاجابه ان انا اقدر اعمل مشروع في اي وقت؟ تقدر تعمل مشروع في اي وقت، بس شرط حاجه اسمها فليكسبيليتي. ايه الفليكسبيليتي؟ المرونه. لازم يبقى عندك مرونه. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اغير فكره المشروع بتاعي حسب الظروف، ممكن اغير حجم المشروع بتاعي حسب الظروف، ممكن اغير هيكله المشروع بتاعي حسب الظروف. يعني احنا في محاضره بنديها اسمها البيع اونلاين، تمام؟ بننصح سكيل معين ان هو يشتغل اونلاين، ما يشتغلش على الحقيقه على ارض الواقع في محلات او شركات او سو اون. طب ليه؟ لان انت دلوقتي لما تيجي تعمل دراسه جدوى المشروع بتاعك هتلاقي ان انت مش حمل المصاريف بتاعت ايجار وبتاعت كهرباء وبتاعت مش عارف ايه وبتاعت ضرايب اند سو اون، والحاجات دي بتبقى حمل كبير جدا على اي مشروع ناشئ صغير. فانا اي وقت اقدر ابدا فيه مشروع، بس لازم يبقى عندي فلكسبيليتي، لازم اشوف الظروف اللي حواليا عامله ازاي وابتدي ان انا انسق المشروع بتاعي معاها.